ابوس ايدك انصب عليا. انا مشكلتي دلوقتي مع ان اغلب المطورين بقوا اوفر بروميسنج شويه، فبقى السيت اب مايند عند العملاء كلها ان انا عايز استثمر في العقارات، فانا عايز نسبه 18% 25%. يا جماعه النسب دي مش حقيقيه. الواقع بيقول كده، احنا مش هنألف عقارات ومش هنألف استثمار عقاري. الواقع في السوق المصري 1 2 3 4. كون ان حد بيوعدك بالزياده فبقى انت عندك اوفر بروميسنج، اللي هو لا انا لو هاخد في مشروع يديني اقل من 25% مش هشتري. انت بتلبس نفسك في الحيطه. والمشكله بقى ان عملاء كتيره بتروح عند مطورين مش هيكملوا في السوق او مش هيوفوا بالوعود الجميله البراقه اللي هم بيقولوا لهم عليه. العملاء بقت تيجي بقى ده الديفولت، لا انا عايز من ابو 25%، انا عايز من ابو 30%. يا جماعه الكلام ده مش حقيقي. وتلاقي العميل يعني ابوس ايدك انصب عليا، ابوس ايدك انصب عليا وديني عند فلان. انا مش هوديك عند فلان، ما انا كده هلبسك في الحيط وانا هضرب مفك في السمعه بتاعتي ان انا بعت لك عند فلان. طب انا مش هضر نفسي، انت لو عايز تضر نفسك كفلوسك ومش فارق معاك شقه عمرك، انا فارق معايا سمعتي. فبعد اذنك لما اقول لك ان المشروع الفلاني ده انا مش مرتاح له، المطور مش مرتاح لمشاريعه، ما بحبش اشتغل عليه، مش عشان انا ماليش مصلحه معاه، بالعكس ده دول بالذات بيدوا اعلى عموله في السوق، فبالعكس ده انا مصلحتي ان انا ابيع لك عند الناس دي. ومع ذلك انا ما ببيعش ليه؟ انا خايف عليك وعلى فلوسك وخايف على سمعتي. فبعد اذنك ما تضغطش عليا، لا انا خدني بس، انا مالكش دعوه، انا والله ده انا مطمن لهم والناس شكلها حلو. ما تضغطش عليا ان انا اروح لهم. ما هو في الاول وفي الاخر انسان ضعيف، وفي عمولات رايحه جايه، وفي قصص وراء ما وراء الكواليس انت ما تعرفهاش في التسويق العقاري. فبعد اذنك لما تيجي تشتري دور على مطور محترم، لو هتستشير حد دور على مستشار عقاري محترم يحافظ على فلوسك، خايف على سمعته. فكره ابوس ايدك وانصب عليا دي بلاش. فكره ان احنا بندور على مستريحين في السوق بلاش مستريحين. شكرا.